إياك تحسس ولدك أعلى من أمه في أي حاجة. إياك تشعر ولدك ولا بنتك إن أنت أهم من أمك، إن أنتوا عيالي أهم، عيالي خط أحمر إياك تقربيهم. إياك، ترى هم عيالها. لا تشكك، لا تلعب بده، لا تسووا أحزاب على الأولاد، لا تعملوا حزبين، ولا تنتقص أمهم، لا تنتقص. والله لو تاخذ عيونك دي وتطلعها لهم وإنت تقلل احترام أمهم حيتحاملوا عليك، ما حيعرفوا يصفوا معاك. والله لو جرحت أمهم، والله أنت أخذت الخنجر نفسه وجرحت في قلب كل واحد من عيالك. والله لو كسرت أمهم في حاجة، أقسم بالله كسرت كل واحد من عيالك. إن عندك 3 وإن عندك 5 وإن عندك 7 وإن عندك 8 وإن عندك 10، فشوف كم جرح جرحته. فلا تستهين بأذية زوجتك، احترمها مهما كان، احترمها، وهي اللي تكون قدام عيالها ملكة، وهي تحطك ملك. كلكم ملوك، كلكم قائدين رائعين. هي تعطي قيمتك كرجل، أنت تعطي قيمتها كأنثى في البيت، كأم. كل واحد يقوم بدوره. لا تعتقد أنك تأخذ دور مش دورك. الله قسم الأدوار، من تكبر من الله، لا أنت ولا 10 غيرك حيكون أكبر من الله. فلا تتحدى الله، لأنك أنت تتوقع أنك قاعد تتحدى امرأة، بس أنت في الأخير اللي أنت ما تتوقع أنك أنت قاعد تتحدى قدرة الله، وما حتقدر. فلا تلعب بلعبة أنت خسران فيها.